السلام عليكم. اهلا بيكم في قناتي المتواضعة طبخة وشنطة مع هبة. يا رب قناة تكون خفيفة على قلوبكم. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة بمقادير سهلة جدا رموش الست. جيت اشتريها، لقيت الكيلو منها ب120 جنيه. طب ليه ما انا اعملها انا في البيت ومقادير مش هتكلفني كلها على بعض 30 جنيه. هنشوف مع بعض المقادير وبطريقة سهلة وبسيطة، والنتيجة هتبقى روعة. ونقول بسم الله. انا معايا بيضتين، بيضة كاملة وهاخد من التانية البياض، ومعايا 3 معالق جوز هند مطحون ناعم، ومعلقتين دقيق سميد، وباكو باودر وباكو فانيليا، ونص كوباية سمنة ومعلقة ونص كوباية سكر، وهنحتاج في الاخر دقيق منه هناخد كوبايتين ونص. وصفار البيضة التانية دي هقول لكم في الاخر هنعمل بيها ايه. تاني، هنحط مع بعض البيضة الكاملة وبياض البيضة، وبعد كده نص كوباية السمنة، نص كوباية سمنة وعليهم معلقة سمنة، نص كوباية ومعلقة، ونحط عليها نص كوباية السكر، نص كوباية سكر بودرة، وباكو باودر كامل، وظرف فانيليا كامل. ومعايا دقيق السميد وجوز الهند، معلقتين دقيق بسبوسة، و3 معالق جوز هند مطحون ناعم. والمقدار ده خد معايا كوبايتين ونص دقيق بالظبط، متعدد الاستخدامات وطبعا على حسب نوع الدقيق. العجينة لمت معايا زي ما انتوا شايفين، بقت عاملة زي عجينة الغريبة شوية. وهنشكلها الشكل المعتاد بتاعها ونرصصها في صينية، طبعا مش هندهنها اي حاجة، ونكون مولعين الفرن قبلها مسبقا، تدخل على فرن ساخن جدا. وصفار البيضة التانية هندهن بيها الوش لما نحط عليها ذرة فانيليا. درجة الحرارة عالية بتاعة الفرن، دخلناها وادي بعد ما خرجت لونها روعة وتحفة وريحتها تحفة. هنسقيها شربات، الشربات بتاعها كوبايتين سكر، كوبايتين مية، عصرة ليمونة. شرباتها بيبقى خفيف مش تقيل. وبعد ما بنسقيها الشربات بنقلبها على وشها عشان تشرب الشربات كويس جدا، ونتعامل بالراحة قوي لانها هي حساسة جدا وبتتهري من اقل حاجة. ونعدلها بعد كده ونقدمها في طبق التقديم بتاعنا، ونرش عليها المكسرات او اي حاجة انتوا تحبوها. انا رشيت عليها جوز هند وسوداني مطحون. ويا رب تكون طريقة عجبتكم، والسلام عليكم.